حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عملت عامله النهارده، يعني مش عارفه اقول لكم اجيبها لكم ازاي، مش عارفه. هي عملت حاجه مينفعش ان احنا نعملها في الشتاء. تعالوا ما نشوف. نعم، الخطوات عملتها ازاي وفي الاخر هي طلعت ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو. يلا ربنا معانا. حبايبي هنا كده جبت بيضتين على شويه فانيليا على 3/4 كوبايه سكر كده، وهنبتدي بقى ان احنا نقلبهم بالمضرب اليدوي كده مع بعض اهو، لغايه لما ايه الخليط يبقى معانا يبيض جامد، يعني يبقى لونه مبيض كده، يعني بحيث ان السكر يكون دايب قوي اهوت. هنحط ايه قيمة كده نص كوباية زيت اهو، نقلبها برضو. شو يا حبايبي، انا حطيت هنا معلقتين 3 معالق كبار كاكاو خام، وهنا معلقة كبيرة ممسوحة بيكنج باودر، وهنبتدي بقى نحط ايه كوباية ايه وربع كده دقيق اهو، ده الربع كده. شوفوا بقى يا حبايبي، هنحط بقى عليها بقى كوبايه ميه مغليه كده، 3/4 كوبايه ميه مغليه، وهنبتدي بقى ان احنا نقلب كده الخليط. شوفوا بقى يا حبايبي، ده قوام المطلوب. اه، هنجيب بقى طاسه النار تكون ما بتلزقش، يعني تيفال، ونبتدي ايه ناخد ايه حبه بحبه فيها. تعالوا بقى ما نشوف هنعملها ازاي. شوفوا يا حبايبي، انا جبت طاسه هي تيفال على النار، انا ما عنديش الا الصغيره دي، معلش بقى، ودهنتها اهو زيت، وهي على نار ايه، يعني انا موطيه النار على فكره. وهناخد بقى ايه بالمعلقه حبه حبه كده. شوفوا بقى، خليكم بقى ماشيين معايا كده خطوه خطوه اهو، مش هنملي المعلقه قوي عشان احنا عايزين نعملها ايه صغيره، وهنمشي كده اهو. شوفوا كده اهو، نجيب واحده تانية كمان كده اهو. هي انت عارفين القمع اللي هو بتاع النقيطه اللي هو بيفتح وبيقفل ده، ممكن نعمله بس هو مفيش عندي يعني، فاحنا ايه نتصرف يعني، مش لازم يعني ايه نفس الحاجة، يعني اللي عندنا يمشي معانا اه. هنسيبها كده بقى هي على نار هادية اهي. انا مش هفصل الفيديو الا عشان اما تشوفوها معايا كده اهو، كده بالمنظر ده كده. شوفوا هي بدأت تستوي ازاي. هنروح قلبنا ايه، طبعا احنا لازم التيفال يبقى ايه معانا معلقة من اللي هي اللي ما تلزقش فيها اه. هنبتدي بقى ان احنا نقلبها كده. انا قلبتها عشان انا مش عارفه امسك التليفون وفي نفس الوقت مش عارفه اعمل اه. انا قلبتها اهي على وش التاني وكده، بس خلاص خلصت. ونبتدي بقى ان احنا ايه نحطها بقى معانا في الطبق. شو يا حبايبي، انا معايا هنا جبت ايس كريم اهو، ابيض وشوكولاته. فانا هاخد ايه، شوف اللبن انا عاملاه متلج ازاي، ده لبن متلج اه. احط عليه باكت الايس كريم والمضرب بقى ايه كهربائي، هضربه لغايه ما يبقى ايه زي الايس كريم يعني. شو يا حبايبي، انا خلاص ضرب الكريمه، هناخد منها بقى معلقه كده كده صغيره اهي، ونحط بقى على ايه، شوفوا طلعوا كميه قد ايه، مش عارفه انا نسيت اوريها لكم اه. نحط ايه كل واحده حته كده، ونروح ايه قافلين التانية عليها كده بالمنظر ده كده اه. شوفوا حبايبي، انا خلصتها اهي، وبعدين ديت اهي قصايه مع شوكولاته، هروح ايه مدخلينها كده اه، ونبتدي بقى ندخلها ايه في الفريزر. كله بقى هعمل عليه على كده. شو يا حبايبي، انا عملتها اهو كلها بالعصيان، وفي انا سايباه كده ايه هيبقى من غير شوكولاته من غير حاجه، للي ايه للي يعني مش عايز حاجه بالشوكولاته اهو.
ديت بقى هندخلها الفريزر اهوت لغايه ما تجمد خالص، وبعدين هنطلعها بقى نشوف هنعمل ايه. شوفوا يا حبايبي، هي طلعت اهي من الفريزر، جمدت اهي اهي. شوفوا هنا بقى هنا بقى دي شوكولاته انا سيحتها على حمام مائي، وده فول، حبه فول مجروشين كده هقلبهم فيها، وابتدي ايه ان انا امسك واحده واحده احطها فيها. شوفوا يا حبايبي هتبقى بالمنظر ده كده، ايه رايكم؟ شكلها تحفه. هنعمل بقى كله على كده. شوفوا يا حبايبي، انا في عملت اهوت بالشوكولاته، وفي من غير، وفي اللي هو بالشوكولاته بس من غير عصايه، دوت على حسب اللي هو موجود عندك. دوت بقى يعني العصايه عندي خلصت فعملت ايه من غير، الشوكولاته عندي خلصت، هو قالب شوكولاته عملتها كده عاديه. فهو ده على حسب ما انت ايه عايزه. انا طبعا هي بهدله كده، هدخلها بس الفريزر، ولما تطلع بقى اقدمها في طبق حلو طبعا، ونشوفها بقى مع بعض. شو حبايبي طلعت في الاخر ازاي؟ طبعا هو فيهم في الساعة كده ايس كريم، ايس كريم في جليم. فاكرين انتوا الفيلم ده؟ ايس كريم في جليم، ايس كريم في ديسمبر. لا، دينا عملت ايس كريم في ديسمبر يا جماعه. مش عارفه ايه ده. بصوا بقى، انت عارفين اللي انا محطتش عليها شوكولاته دي فكرتني بايه؟ كان في ايس كريم كده اسمه ويتش، لو تفتكروا، مش عارفه لسه موجود ولا لا، بس الصراحه، بس على فكره انا دقت واحده حلوه جدا. يعني شو، وعلى فكره في عندي علبه ايس كريم، يعني هو ما خدش كل ده. انا عملت بقى علبه ايس كريم، نص شوكولاته ونص ابيض، فبصراحه طلع حلو قوي بصراحه. بصوا بقى، انتوا لو في ناس بتاكل الايس كريم في الشتاء عادي، يعني كنت بروح راس البر قبل كده، وكنا بنجيب ايس كريم وبناكله في الشتاء عادي يعني. بس اللي بقى ما يقدرش ياكله سيبوا الوصفه دي للصيف. بس يا شوفوا طالعه عامله ازاي، ايس كريم ايس كريم تحفه تحفه. شو من جوه، هو الايس كريم مش هتحس بايس كريم، هي كيكه بالشوكولاته. انتوا عارفين انت المعنى ده؟ والله لازم حلو قوي، يعني مش كانها ايس كريم، لا، اهو كانها كيكه بالشوكولاته. ايه جربوها والله هتعجبكم، مش هتحسوا بالايس كريم والسقعه والكلام ده. انتوا ممكن تاكلوها مع حاجه سخنه، هو الايس كريم جوه خفيف مش تقيل، انا مخففاه مش متقلها، انا حاطه في علبه بره، اللي عايز بقى ياكل. يلا جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ايس كريم في ديسمبر. وما تنسونيش بقى في المتابعه، وكل يوم وصفه جديده حلوه، اختراعات دينا. و... وسؤال بقى النهارده، ايه معجزة سيدنا ايوب؟ اللي يعرف يقول في الكومنتات، وما تنسونيش في لايك وكلمة حلوة منكم، واشوفكم على خير. باي باي.